الفيديو ده موجه لي انا اولا قبل ما يكون موجه لاي حد هيتفرج، فلو انت واقع في نفس الدايره دي اثبت نفسك في الكومنتات وما تتكسفش، كلنا في الهوا سوا. طبعا الكلام اللي هيكون في الفيديو ده مش شرط عن الرياضه بس او الجيم او الكلام ده، لا، الكلام ده موجه لاي نشاط انت بتعمله في حياتك. فالفيديو ده موجه للستات والرجاله، عشان مثلا يقول لك ايه ده للرجاله بس عشان هيتكلم عن الجيم. لا، الفيديو ده موجه لكل الناس. انا صغير كنت بحب جدا الرياضه اللي هي بتاعت رفع الاثقال دي، يعني مش رفع اثقال، اللي هو كمال الاجسام، تدريبات كده، البايسبس والترايسبس والبطن والرجل والقطنيه والمعرفش ايه والكلام. كنت غاوي جدا الموضوع ده، بس وقتها كنت جايب حاجات في البيت اتدرب بيها. يعني كنت جايب بار كده، اللي هو بالمناسبه لسه عندي لحد النهارده، بار كده محترم كان والدي جايبه لي، يعني لسه محتفظ بقوته النهارده. المهم ان انا بقى الرياضه دي كنت بحبها جدا جدا. كنت بعد ما اتمرن بحس براحه نفسيه غير عاديه، وبحس ان انا انسان تاني خالص وعايش في حياه غير اللي انا عايشها. يعني بمعنى اصح حاسس بثقة رهيبة في النفس. بس كان وقتها نظرتي بقى للجيم والناس بقى اللي بتروح تتدرب في أماكن والكلام ده والنوادي والحاجات دي ما كنتش بحبها، لأني ما كنتش بحب أتقيد بحاجة يعني. بس كان نفسي أروح يعني بصراحة كنت بشوف زمايلي بيروحوا هناك ولاقي إيه، يعني التأثير بيبان بعد شهرين 3 كده. تلاقي مثلا واحد رايح رفيع ومعصعص كده، تلاقيه ماشي عامل كده فاهمين؟ فالتأثير كان بيبان بسرعة، بعكس أنا اللي كنت بفضل أتدرب بالشهور، وبعد حاجه بسيطه جدا يبدا اللي حواليا يلاحظوا ان في انتفاخ في عضله مثلا، في جسم اتعدل شويه، لكن ما كانش بيبان. يعني حتى لما كنت اقول لحد ان انا بلعب حديد كان يقعد يضحك عليا، يقول لي بتلعب حديد في مناخيرك بقى، والكلام بتاع الاجيال القديمه دي. لان على الوقت بتاعي ده كان الجسم هو اهم حاجه في الحياه، ولا العربيه بقى ولا الموبايل ولا الكلام الفارغ ده. اهم حاجه ان انت يبقى جسمك كويس وعامل فورمه حلوه كده، خلاص انت كده ايه معدي. فكان كل الشباب في الفتره دي كانت طفره كده، كله اهم حاجه عندهم رياضه كمال الاجسام دي، الصالات والجيمات كده مفيش مكان تروح جيم كده يقول لك والله مفيش مكان، معلش مش هينفع. وده نتيجه ان في الوقت ده كانت الافلام اللي هي الافلام القتاليه، الافلام اللي فيها بقى ايه يعني كونغ فو بقى وكاراتيه والحاجات دي، بروسلي بقى وفان دام والناس الكبيره دي، كانت بتخلينا ان احنا بنحب الرياضات دي قوي. يعني كنا نتفرج على الفيلم من دول ونطلع نقعد نضرب بعض بره السينما، تفهمش ليه. المهم نرجع بقى للوضع بتاعي. انا بقى كنت اقوم الصبح الساعه 6 الصبح، كنت بادئ الموضوع ده كده وانا في تانية ثانوي او ثالثه ثانوي كده. كنت اقوم الساعه 6 الصبح، وقبل اي حاجه اقعد اتمرن لمده ساعه او ساعه ونص بدون توقف. وبعد ما اخلص الساعه دي اقوم واخد دش جامد وافطر، وبعد كده اليوم يبدا ايا كان بقى، رايح مدرسه خارج اجازه. ده كان روتيني اليومي، 6 صباحا ابدا الروتين على طول. وكان بصراحه حاجه حلوه جدا يعني انا فاكر ايامها ما كنتش يعني ما كانش بيجي لي برد خالص. يعني عمري ما كان يجي لي برد مثلا، ولا اتاثر بالجو، ولا مثلا لو مثلا غيرت هدومي في مكان حر وطلعت في مكان برد اتاثر. لا، الموضوع كان يعني مديني مناعه غير عاديه من غير ادويه ولا حاجه. طبعا لان الموضوع ده بيخلص الصبح قبل الساعه 8 بكون مخلص كل حاجه، فكانت الدراسه ما بتتاثرش خالص. يعني عادي كنت بذاكر وبهتم بدروسي، لان انا ما بيشغلنيش في وسط اليوم. يعني انا بخلصه اول ما بقوم من النوم، اول حاجه بعملها هو الموضوع ده، فما كانش بيأثر على اليوم خالص، بالعكس ده كان بيدي اليوم نشاط غير عادي. بس جه عليا وقت كده بقى عندي كده ايه، يعني عدم رضا من الاداء بتاعي. ليه؟ لان كنت بشوف زمايلي اللي بيروحوا الجيم، بتلاقي مثلا ايه، يعني واحد بيروح جيم بقاله مثلا شهر ونص شهرين، تلاقي العضلات بدأت تظهر ويبدأ يلبس ضيق ويبدأ كده ايه يعيش الجو. بعكس الحالة بتاعتي، انا كنت بحس ان انا بتدرب وبعد ما اخلص التمرين خلاص كل حاجة بتروح وترجع زي الاول. لو انا لابس قميص ولا حاجة ما كانش بيبان. فقعدت افكر كده ان مثلا ممكن يكون الجيم هو اللي عامل الفرق ده، عشان وجود معدات وممكن مثلا كمان وانت بتتمرن تلاقي الناس اللي حواليك يشجعوك، او مثلا تحس ان انت مثلا في منافسه هناك فتشد اكتر. لان طبعا الرياضه دي عايزه ايه، يعني انت لو بتجيب العده ال10 محتاج ان انت تجيب العده ال11 وال12 حتى لو اخر قوه عندك. فالرياضه دي عايزه كده. فلو انت بقى في جيم بقى ومعاك حواليك ناس بقى وبتاع والدنيا زحمه كده، هتحس ان انت بقى في منافسه وفي كده ايه، يعني حاله تتبارى مع اللي جنبك. بس كان في بالي برضو ان الجسم الحلو ما بيتبنيش في يوم وليله، ده بيعوز سنين عشان يتبني. يعني كنت اسمع ان اللي هو مثلا اللي هو الممثل بتاع الافلام الكاراتيه والكونغ فو والحاجات دي اللي اسمه بروسلي، ده كان بيقول لك قعد سنين عشان يوصل للجسم اللي هو وصل ليه ده. فعادي احنا مش احسن منه، يعني هنعمل زيه بالظبط، هنقعد سنين لحد ما نوصل للجسم ده. فما كنتش يعني ايه، يعني مستعجل الموضوع ده، برغم ان الايه الغيره من الناس اللي حواليا كانت بتخليني اقول ايه اكيد في حاجه هم بيعملوها في الجيم وانا مش بعرف اعملها في البيت. يعني معدات معينه بقى، طريقه تدريب، مدرب معين. بس بقى كانت المفاجاه لما دخلت الجامعه اكتشفت ان في بعض زمايلي من اللي بيروحوا الجيم
بيتعاطوا حاجات، لا مش مخدرات، بياخدوا ادويه ومنشطات، حاجات بقى ايه اللي هي بقى الامينو اسيدز والحاجات دي، بس حاجات فيها كيميكالز يعني حاجات كيميائيه وعلى المدى البعيد بتضر الجسم. فطبعا انا لا يمكن كنت اعمل كده، انا كان اهم حاجه عندي صحتي، ما كانش مهم عندي ان العضله تبقى كبيره ولا ان العضله تبقى معرفش ايه، قد ما تبقى العضله متناسقه قد بعضيها وفي نفس الوقت ايه طبيعيه. لكن فجاه كنت الاقي واحد مثلا بعد 6 شهور كده وشه شكله بيتغير، يعني بيتحول لحد تاني خالص. فكانت حاجه تخوف يعني، وكان كتير جدا بيلجأوا للموضوع ده ومحدش كان بيهمه صحته، اهم حاجه يبقى شكلي عامل زي الوحش كده وخلاص، مش مهم الصحه. طبعا عارف هيطلع لي ناس في الكومنتات بيقول لك الحاجات دي ما بتضرش، وفي ناس عادي بتستخدمها وبتستخدمها بعقل وبطريقه طبيه. لا، اي حاجه غريبه بتدخل الجسم لازم تضر، مش حاجه اسمها بستخدمها بعقل والكلام ده. بس طبعا كعادتنا احنا كبني ادمين ما بنحبش نقول ايه على النجاحات بتاعتنا لحد، يعني مثلا كنت تسال حد تقول له ايه ده انت بقالك 6 شهور ازاي العضلات دي كبرت والكلام ده، يقول لك اصل انا بتدرب ليل نهار وباكل كويس وبتاع. لا يمكن ان هو يقول لك انه بياخد منشطات مثلا او بياخد ادويه او بياخد حقن. او بعد فتره من الوقت قررت ان انا اشترك في جيم من الجيمات اللي جنب البيت واشوف كده يمكن الدنيا تتغير ولا حاجه. قلت هشترك شهر، والله الدنيا مشيت معايا هكمل فيه ويبقى فعلا تدريب في الجيم غير التدريب في البيت. وتوكلت على الله وسالت على جيم كويس ورحت اشتركت فيه. حتى انا فاكر الجيم ده ساعتها كان بتاع الشحات مبروك اللي في فيصل، يعني كان في محطه تقريبا محطه حسن محمد او التعاون، المهم يعني هو الجيم بتاع الشحات مبروك. كان الاشتراك ساعتها مش فاكر 80 جنيه باين ولا 70 جنيه، الكلام ده زمان قوي طبعا. والمنطقه كلها كانت مشتركه هناك، يعني كنت اروح هناك الاقي كل اللي ساكنين جنبي وكل اللي معايا في المدرسه ومعظمهم مشترك في الجيم ده. كان ساعات بقى بيبقى الشحات مبروك هناك بقى والدنيا بتتقلب، نروح بقى كلنا بقى نتدرب معاه ونتكلم معاه ونهزر بس بقى ظهرت بعض الحاجات في الجيم ده خلتني انفر منه تماما واسيبه. زي ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه ان كان في بعض من الناس اللي بيتدربوا هناك يعني بيتريقوا، يعني ده هو انت كنت تقول انك بتتدرب قبل كده؟ ده انت عمرك ما اتدربت. طبعا الحاجات دي بتحبط الواحد، يعني انت النهارده لما حد مثلا تكون انت بتتدرب وتتفانى في التدريب ويجي واحد يقول لك ايه يا عم ده انت ولا باين عليك حاجه، وهو شايف ان باين عليك بس هو عايز يحبطك وخلاص. فكانت النوعيه دي كانت كتير جدا هناك في الجيم ده، وناس ما اعرفهاش كمان اتعرفت عليها من هناك. الحاجه التانية ان كان ايه في بعض برضو او مجموعه من الناس اللي هناك بتحب تقارن، يعني انت مثلا بترفع الوزن الفلاني فهو بيقول لك لا بص انا برفع ايه، انت معرفش العضله بتاعتك قطرها معرفش ايه، بص انا قطرها ايه، يكون هو مثلا بيتدرب بقاله كتير. الحاجات دي برضو كانت بتجيب لي احباط، يعني مثلا كنت ايه يعني انا احب المنافسه واحب يعني اتحط كده في ايه ان انا في مباراه يعني، بس حته انك تحس انك قليل دي حاجه وحشه جدا يعني. تالت حاجه بقى كانت موجوده في المكان ده ان كان في مدرب كان رخم جدا، يعني ساعتها كان رخم، يعني كل ما اعمل حاجه بتعملها غلط، لا ما تعملهاش كده. وانا اصلا يعني ايه من زمان وانا بتدرب وعارف العضله بتتدرب ازاي تمسك البار وترتيب الوزن ازاي، فاهم الكلام ده كله، يعني فاهمه بالتجربه كمان مش بتدريب ولا حاجه عمليه. لكن هو كان ايه حتى كل الناس اللي في المكان قالوا لي ان هو بيحب ايه يفتي فيها يعني. فده برضو كان ايه كان بيخليني هناك وانا بتدرب كأني في حد واقف فوق راسك، كان بصراحه يعني بيخليني اكره المكان. المهم ان انا بعد ده فرح الف مبروك. اكمل طب الفيديو. بعد الحاجات اللي حكيتها لكم دي كلها قررت ان انا اسيب الجيم وارجع لتدريب البيت تاني. بس طبعا بقى ايه خدت بالي ان في اجهزه في الجيم مش هينفع تجيبها في البيت، بس ممكن يعني ايه تستعيض عنها بالاجهزه بتاعه البيت. المهم ان هي هتركز على نفس العضله برضو، بس ما يمنعش ان في عضلات معينه ما بتتدربش الا باجهزه معينه. ومش هنتطرق للموضوع ده في الفيديو، يعني ده مش فيديو رياضي، ده فيديو احنا بنتكلم فيه عن الكسل. يعني رجعت اتدرب في البيت تاني وبقيت بقى ايه يعني اكثر حماسا من قبل كده. قلت لان انا مش هرجع الجيم بقى، فخلاص انا عرفت بعض الحاجات هناك هطبقها في البيت هنا، زي مجموعه تمارين ما كنتش بعملها بقيت اعملها خلاص في البيت وبقيت تمام التمام. قوم بقى في مره واحد من اصحابي يقول لي ان هو بيتدرب حاجه اسمها تجديف، رياضه اسمها تجديف، اللي هي اللي انتوا بتشوفوهم في نهر النيل دول راكبين مراكب كده ويقعدوا يقدفوا كده. دي رياضه فظيعه وانت ما بتنزلش النيل ده غير بعد شهور من التدريب. الولد بقى صاحبي ده اللي كان بيتدرب تجديف كان جسمه حلو جدا، يعني كان جسم اي حد يتمناه، هو مش عضلاته منفوخ كده وبتاع بس جسم كده عامل زي بروسلي كده. انا بالنسبه لي الجسم المثالي هو بروسلي او فان دام، برجعكم انا للذكريات القديمه ها. المهم صاحبنا ده كان جسمه حلو جدا وممشوق وتحس ان هو كده مفيش لا كيميكالز ولا ادويه، طبيعي واحد بيتدرب بقاله فتره ووصل للشكل ده. ومن الصعب جدا ان الجسم اللي بالشكل ده
يروح مع الايه قله التدريب. يعني انت ممكن مثلا تكون بتتدرب بالطريقه دي 5-6 سنين، ما تقنعنيش ان انت مثلا لو ريحت 6 شهور جسمك هيبوظ خالص. لكن بقى الشخص اللي بياخد كيميكالز وبياخد الحاجات دي لو ريح يبقى شكله. قلت لصاحبنا ان انا عايز اروح اتدرب معاه، وفعلا راح موديني نادي التجديف اللي على كوبري قصر النيل، ورحت اتفقت مع المدرب وقلت له هنبدا امتى. قال لي بكره الساعه 5 الصبح تكون عندي هنا بتيشيرت وشورت. انا عايز اقول لكم ان انا واحد من الناس ما بحبش البس شورتات يعني اقصى حاجه البسها بنتكور مثلا، شورت يغطي الركبه، لكن ان انا يعني البس حاجه فوق الركبه كده انت طبعا هتستغربوا، بس دي طبيعه فيا كده. فتخيل بقى ان انت بقى ايه هتروح تتدرب في مكان، وده مش مكان، ده في كارثه تسمعوها بعد كده. تخيل ان انت تروح تدرب في مكان وناس هتشوفك بقى وانت لابس الشورت ده كده، هي حاله نفسيه. المهم قلت يلا مش مشكله، انا بصحى 6 اصحى 5 ويبقى نشاط. وفعلا جيت تاني يوم في الميعاد واتفاجئت كده لقيت ولاد وبنات كله لابس شورتات وفانيلات، وبعدين راحوا طالعين بره النادي بتاع التجديف وعند كوبري قصر النيل كده، يلا يا جماعه انطلقوا فين؟ انطلقوا بدايه التمرين هو جري لمده 2 ساعة، نلف تقريبا منطقه قصر النيل دي كلها. وانا طبعا يعني مش متخيل ده، انا كنت فاكر ان انا هتدرب في المكان جوه ومكسوف ان انا هتدرب بالشورت في المكان جوه، تجريني قدام مصر كلها. تقبلت الامر الواقع، بقيت اروح كل يوم وقعدت اتدرب مثلا لمده 2 شهر بالظبط، لحد ما خلاص كان فاضل 1 شهر ويبداوا ينزلوني بقى في تدريب المراكب بقى وازاي تستخدم المقداف، وخلاص بقى انت جسمك خلاص اتأهل، هتبدا بقى تنزل بقى تعمل التجربه بقى العمليه بقى الحقيقيه. بس انا حسيت ان انا مش عايز اكمل، مش عارف ليه. طبعا اثرت على الرياضه اللي انا بعملها في البيت، الحديد، يعني ما بقيتش امسك الحديد خالص لان كنت بيبقى جسمي مكسر. بس مش هو ده اللي كان مضايقني، يعني اللي كان مضايقني موضوع الصحيان بدري الساعه 5 كل يوم، مفيش حاجه اسمها جمعه ولا سبت وانا بروح مدرسه كمان. يعني انا يعني واخدين بالكم، يعني الواحد عايز بقى صحه على صحته عشان يكمل في حاجه زي كده. هي حاجه حلوه طبعا بالنسبه للشباب الصغير، دي حاجه كويسه، لكن طبعا لو الواحد حاول يعملها دلوقتي هيقع من اول يوم على طول. بس يعني في الاخر سبتها ورجعت ثاني لتمرينات البيت، ورجعت بقى بطريقه مكثفه. وبصراحه كل مره كنت بحقق حاجات كويسه جدا، يعني كل مره بقدر ازود الاوزان، بزود العدات، جسمي بيتطور، بحس ان انا شكلي اتغير كده. ممكن قدام الناس مش باين، ولكن انا كده حاسس ان انا جسمي شكله يعني جسم محترم كده. لو مثلا على البحر مثلا كده هيبقى شكلي محترم وجميل يعني. بالمناسبه في تعليق كان بيقول طالما قلت ان السوشيال ميديا مش بتجيب لك فلوس يبقى انت كده فقدت جزء كبير من مصداقيه للاسف. هو انا قلت ان السوشيال ميديا مش بتجيب لي انا فلوس، مش قلت السوشيال ميديا ما بتجيبش فلوس. وبعدين القناه دي زي ما بقول لكم كده ارباحها قليله جدا. خدوا بالكم اخر 90 يوم دول، يعني انا مبطل بقالي 20 يوم، بس قبل ال 20 يوم دول كنت منتظم جدا في التنزيل وعندي ميعاد ثابت وما بغيروش ابدا. يعني ادي ارباح اخر 90 يوم في القناه هنا، رقم عادي خالص. يعني انت لو انت معتمد على الرقم ده انك تعيش بيه في حياتك مستحيل. بس انا بحب القناه دي لان انا عاملها لنقل المعرفه والترفيه كمان، يعني ان انا بخرج حاجات جوايا عايز اتكلم فيها مع اي حد بتكلم فيها معاكم. ده الهدف الاساسي من القناه. والله لو جابت ربح اهلا وسهلا، ما جابتش ادينا مكملين، مفيش مشكله خالص، عندنا شغلنا وعندنا مصادر الدخل بتاعتنا. يا ريت نحسن الظن. وبعدين في توضيح صغير قوي، طب لو هي بتجيب ربح، طب انا ليه بسيبها بال20 يوم وساعات بسيبها بالشهور؟ ليه مش ملتزم فيها؟ يعني عموما انا بشكر كل الناس اللي ردت على التعليق ده بالكويس وبالوحش، انا ما بزعلش من حد خالص، بس عايزكم تصفوا النيه. يعني انا لو بربح منها وبكسب هقول ايه اللي يخليني اخبي. نرجع بقى لموضوعنا. وفي الوقت ده انا كنت دخلت الجامعه، ولما دخلت الجامعه بقى في شد عصبي جامد جدا مع الدراسه، فما بقيتش قادر ان انا التزم بالتمرين زي الاول. وبقت فترات التمرين متباعده جدا، يعني ممكن اتدرب مثلا 2-3 واقعد 3-4-5 ايام ما امسكش الحديد خالص. كل ما بدخل في سنه دراسيه جديده في الجامعه الشغف بيقل جدا ناحيه ان انا بقى ابقى عندي جسم كويس وان انا اتدرب، والشغف اللي كان عندي في ثانوي يبدا يقل لحد ما بدا يختفي خالص. وبعد ما خلصت الجامعه واتخرجت بدا الشغف ده ينعدم تماما، وده بسبب بقى ضغوط بقى المكان اللي كنت بشتغل فيه بقى ولقمة العيش بقى خلاص. ما بقاش بقى في بالي بقى ان انا عايز ابقى اعمل جسم حلو بقى ولا يبقى شكلي كده واد بعضلات وبتاع. اختفى بقى الشغف ده خلاص، واختفى كمان الشغف بحب الرياضة. كنت بلعب رياضة بس كل فين وفين بقى، لحد ما السنوات بقت تجر بعضيها وبقيت بقى بنقطع بفترات طويلة جدا. يعني ممكن العب رياضة كل شهر مرة وخلاص على كده. بعد كده جت المرحلة اللي اتجوزت فيها
وفي الوقت ده انا اول ما اتجوزت رحت السعوديه، عشت في السعوديه، فكان هناك الشغل الساعه 8 للساعه 5، وبعد الساعه 5 انت عندك نشاط، لان هناك بقى كان الشغل جنب البيت، دقيقه تبقى في المكتب، تخلص شغلك دقيقه واحده وتبقى في البيت، مفيش تعب، مفيش حر، مفيش مواصلات، مفيش زحمه، فبقى في وقت فاضي وانا قاعد ما بعملش حاجه، فبدات ارجع بقى للرياضه تاني. بس كل مره كنت ابدا فيها بحماس، اقعد شغالي اسبوعين 3 كده وانا اقوم مبطل تاني. يحصل حاجه في البيت عندنا بقى، يعني عندنا مولود جديد، نازلين مصر اجازه، معرفش ايه، كانت في حاجات بتاخد مني الوقت بطريقه رهيبه. وكنت دايما لما اجي مثلا اتضايق ان انا مش بتمرن، اقعد اقول مش مشكله، ما هو الوقت مش بيسعف، انا كبرت، المسؤوليات، المعرفش ايه. المشكله بقى ان انت لما بتعود جسمك على نمط معين وما بتغيروش، بيبقى صعب جدا انك ترجع تاني للنمط اللي انت عايز ترجع له. يعني خلاص انت جسمك متعود انك ما بتلعبش رياضه، فبيبدا يعني عضلاتك تضعف، ضغطك وتحملك مثلا لاي حاجه فيها نشاط بتبقى قليله جدا يعني. بس بعد المرحله دي قطعت فتره طويله جدا جدا، وبعدين مع الانقطاع ده كان في تأنيب ضمير على طول. يعني انا لحد النهارده وانا بأنب ضميري ان انا مثلا مش عارف امسك الحديد والعب، او مش عارف اعمل لي عدتين ضغط كده نشط بيهم نفسي، لحد النهارده بأنب نفسي. وتعدي الايام، ومن فتره قصيره كده، يعني مثلا ممكن نقول من 2 مثلا كده من دلوقتي، يعني اخو مراتي قال لي ما تيجي نروح جيم مع بعض. قلت له ماشي، موافق. واحنا فعلا اشتركنا في جيم، بس احنا ما اشتركناش، احنا رحنا كده ايه يعني، خدنا فكرة عن المكان يعني، بس ما اشتركناش ولا دفعنا حاجة. كان جيم قريب جدا وجنب البيت، يعني مش هناخد دقيقتين ماشي يعني، حتى الموضوع ما فيهوش كسل انك بقى تركب عربية وتروح او تركب مواصلات، لا ده كان جنب البيت، يعني يا دوب تلبس اللبس بتاعك ودقيقتين وتبقى في الجيم على طول. بس ايه اللي خلانا ما نروحش بقى؟ اللي خلانا ما نروحش ان احنا ايه، في يوم كده قاعدين مع بعض انا وهو، قلت له ما تيجي نروح النهارده، قال لي ماشي، انا هخرج واجي بالليل نروح مع بعض. فهو لما رجع بالليل قلت له لا انا تعبان، خليها بكره. فجاء تاني يوم قال لي لا انا عندي مشوار هخلصه ونروح بعد بكره. وجاء تالت يوم فقلت له لا بص انا ايه، خليها يوم الجمعه نروح نجرب. قعدنا كده ايه نزحلق بعض لحد ما الجيم اتصل بينا وقال لنا انتوا ما جيتوش ليه؟ احنا ما دفعناش حاجه ولا اتفقنا، احنا رحنا خدنا فكره بس. الولد كان بيكلمنا بطريقه ايه غريبه قوي، انتوا ما جيتوش ليه يا كباتن؟ انتوا هم الجيم بيتكلموا كده، يعني الناس اللي في الجيم بتتكلم ايه زي لهجه الاماكن العسكريه كده، بيكلمك كانه ايه يعني القائد بتاعك. فقلت له لا والله احنا غيرنا راينا. ليه غيرتوا رايكم ليه؟ لا طب تعالوا بس نقعد مع بعض. وبعدين في وسط الكلام لقيته بيتكلم اننا ما دفعناش ومفروض كنا ندفع، وهو حجز لنا مكان، واحنا كده المكان اللي هو حجزه لنا ده عمل له خساره. ولقيت الموضوع دخل كده في ايه، في جو مادي كده شويه. فانا واخو مراتي قلت له لا لا خلاص اصرف نظر يا عم عن الموضوع ده، المعدات بتاعتنا في البيت يا عم، ورحنا مطنشين الموضوع خالص. لان طبعا للاسف ان في بعض الاماكن دلوقتي، بعض الجيمات يعني اللي فاتحه دلوقتي، هدفها الاساسي هو الربح المادي، مش هدفها ان هو يطلع ابطال ولا يطلع ناس مثلا باجسام كويسه، بقى اهم حاجه عندهم الربح. فدايما وانت بتنقي الجيم اللي هتتدرب فيه اتاكد تماما ان هو مش بيسعى للربح بس. بالمناسبه في تعليق تاني، انا ان شاء الله هرد على تعليقين كده كل فيديو، يعني هختار تعليقين عجبوني وهرد عليهم في الفيديو. من استاذه اماني بتقول ليه حضرتك ما تعملش حلقه عن غلطاتنا بعنوان ما كنتش فاهم؟ يعني هي عايزانا نعمل سلسله اسمها ما كنتش فاهم. هي حلوه بصراحه، فكره حلوه، وانتوا طبعا اكتبوا في الكومنتات. وهي ضمن محتوى حضرتك عن اخطائنا، بس المره دي اخطائنا احنا المتابعين، يعني المتابعين يبعتوا لي الاخطاء وانا احكيها ايه نيابه عنهم يعني، لان معظمنا عنده اخطاء تؤرق صفو حياتنا. وعموما احسنت على المحتوى الرائع، شكرا جدا لتعليقك. وان شاء الله انتوا اللي هتقولوا يعني دي فكره حلوه ونعملها ولا لا، ما عنديش مشكله، هي فكره كويسه جدا يعني. وهسيب لكم لينك التيك توك والفيسبوك عشان لو حد عايز يراسلني عليه مثلا او كده. وعلى فكره بنزل حاجات مقاطع صغيره هناك، يعني فيها من المحتوى بتاعنا ده، بس مقاطع صغيره، مقطع دقيقه دقيقتين، مفيش فيديوهات طويله زي اللي هنا يعني. فنوروني بالاشتراك هنا وهنا يعني. طيب دلوقتي وانا عندي 47 سنه، عايز ان انا ابدا تاني، حاسس ان انا هبدا من الصفر، لان جسمي بقى ضعيف جدا، يعني بقيت يعني بتعب من اي حاجه، والتعب والضعف ده هو اللي مخليني حاسس ان انا عايز ارجع العب رياضه تاني عشان ارجع لقوتي القديمه تاني. يعني مثلا حاجه من الحاجات اللي بتضايقني، ما بعرفش اربط الجزمه، يعني عايز اوطي اربط الجزمه كده ما بعرفش، بتعب جدا، يعني بحس ان انا يعني روحي هتطلع مني وانا بعمل كده. لو طلعت سلم مثلا دور 5 ولا 6 بقعد 2-3 كده رجلي وجعاني والعضلات كانها ما بتشتغلش خالص. ما هو فعلا احنا شغلنا كله مكاتب وقاعده وبنتحرك بالعربيه، مفيش مشي، مفيش جري، مفيش اي نشاط زي بتاع زمان. يعني حتى انا جربت في مره اصحى بدري، انا بصحى بدري اصلا، بصحى الساعه 6، لا جربت اصحى الساعه 4 مثلا اصلي الفجر وافضل صاحي، مفيش اي فرق خالص. بقوم بحس ان انا ايه
يعني خدت كده اللي انا عايزه من اول 3-4 ساعات، وبقيت اليوم بحس بخمول وكسل رهيب. ده غير بقى الصعوبه في النوم بالليل، يعني بالرغم ان انا صاحي بدري، المفروض ان انا مثلا الساعه 9 كده 10 بالليل اقع من طولي، لا ده انا بلاقي نفسي مصحصح ومش عارف انام خالص. وفي حاجات كتير كنت بعملها زمان ما بعرفش اعملها دلوقتي. يعني انا زمان كنت نشيط جدا، لو نسيت حاجه في العربيه انزل اجيبها مثلا. لا دلوقتي ممكن، يعني شوف انا في الدور الاول اهو، لا ممكن اكسل ان انا انزل اجيب الحاجه دي واقول بكره هجيبها الصبح وانا نازل. وضعف العضلات والام المفاصل والصعوبه في النوم بقى نمط عادي جدا في حياتي. بس بقى ايه، انا قررت اتمرد على الوضع ده من يومين كده. حسيت ان انا ايه، لا مش هستسلم. قررت ابدا من تاني، بس مش عشان ابني بقى جسم وشكل وعضلات والكلام ده، لا انا عشان اقدر استمر في الحياه. لان الرياضه مش رفاهيه، ده هي تعتبر وقايه من الامراض قبل ما تكون علاج للامراض. كل مره بتتدرب فيها وعضلاتك بتتعب وبتحس كده ان انت ايه، جسمك خلاص بقى اتهد من كتر التمرين، كل ده في مصلحتك وفي مصلحه تقدمك في العمر. طبعا انا مش هينفع ان انا اروح جيم دلوقتي، يعني بصراحه مش شايف الموضوع مناسب ليا، حتى لو الجيم قريب مني انا مش حابب حاجه زي كده. بس ان شاء الله هبدا اركز في التمرينات في البيت، وهيبقى ليا ميعاد ثابت يوميا ولا يمكن اتنازل عنه. ونصيحتي لاي حد بيسمع الفيديو ده، ما تستناش انك توصل لسني عشان تفكر في الرياضه، او مثلا انك تفكر انك تبدا تبني جسمك من جديد. لو انت سنك صغير فانت عندك وقت تعمل الموضوع ده دلوقتي، بدل ما تيجي في وقت تحس ان الموضوع بقى عامل زي ما تكون بتزق في حيطه. انا عايز اقول لكم ان انا والدي الله يرحمه فضل لحد ما بقى عنده مثلا 75 سنة وبينزل ويتحرك ويروح، لأن والدي أصلا خريج كلية تربية رياضية وبيعشق الرياضة زي عينيه، وهو اللي غرس موضوع الرياضة ده فيا أنا وإخواتي. الرياضة دي نفعته جدا لما وصل للعمر الكبير ده، وكان أحيانا لما كان يعمل التحاليل العادية اللي احنا بنعملها دي، صورة دم كاملة ومعرفش إيه، كانت الأرقام بتاعته كأنها مثلا أرقام لواحد مثلا عنده 45 سنة أو 40 سنة. يعني كل ده بسبب الرياضة بتبني الجسم وبتخليه مؤهل لأي حاجة. يعني أبسط حاجة ان عضلاتك دي بتحمي عظمك، يعني انت لو وقعت عضلاتك بتحمي عظمك ان هو يتكسر. كل يوم بتأجل فيه الموضوع ده بيأثر عمرك فعليا. وفي نهاية الفيديو هقول لك يلا قوم شد حيلك كده واعمل جدول كويس للرياضة، واهم حاجة ان الفيديو ده يكون أثر فيا انا قبل ما يكون أثر فيك. اشوفكم بكرة ان شاء الله.